برج الاسد. الاسد هو ملك الغابه، بس الحقيقه بقى انت الشهر ده ما انتش ملك يا ملك الغابه، يعني نص ملك، ممكن نقول عليك برنس او نقول عليك امير. هقول لك ليه. الشهر ده شهر العمل، شهر بقى الاجتهادات، وشهر بقى ان احنا نركب الدينامو ونشتغل، ومن اول الشهر عندنا شغل كتير جدا جدا. برج الاسد انت عندك اقمار كتير او عندك كواكب كتير موجوده في برج الجدي. دي طبعا مواقع غير داعمه ليك، انت والجدي اساسا يعني مش قريبين من بعض، مش حبايب زي ما بنقول. لكن ممكن نقول لك مثلا انه الحمد لله ان المشتري اللي موجود في برج الثور بيعمل معاك توازن، وبيعمل لك شويه انفراجات ماديه، وبيعمل لك شويه مكاسب ماديه. بس ده مش معناه ان المريخ اللي موجود في الجدي هيسيبك في حالك، لا، المريخ موجود في الجدي عشان يقول لك انا هنا، اصرف ما في الجيب، هياتيك ما في الغيب طبعا، بس اصرف ما في الجيب. يعني ايه؟ عندك مصروفات زياده عن اللزوم، عندك نفقات لحاجات غير محسوبه، حاجات انت ما كنتش عامل حسابك اصلا ان انت تدفعها، وما كنتش عامل حسابك انها تكون موجوده الشهر ده، ومع الاسف انت لبست فيها. على فكره بقول مع الاسف لان انا زيكم، انا برج الاسد، فانا لابسه يعني، ربنا يستر. ممكن يكون عندنا امور من الاستشفاء، ودي في حد ذاتها حاجه كويسه، في نجاح عملي او تواصل اجتماعي كويس مع الناس. عندنا كمان ممكن نقول انه في دعم من الزهره، الحمد لله. زهره كوكب الجمال وكوكب الحظ موجوده في برج القوس، برج صديق لينا لانه برج ناري، ففي الحاله دي الحمد لله يا رب ان احنا عندنا دعم. فالمشتري والقوس بيدونا الدعم ده لغايه اول 3 أسابيع من شهر يناير. احنا ممكن يكون عندنا شويه تعب وشويه جهد في الشغل وشويه يعني جري كده، بنجري زي ما نكون بنجري، بس احنا بنجري على التريد ميل. يعني ايه بنجري على التريد ميل؟ يعني تجري في مكانك، بتبذل مجهود كتير وبتعمل جهد جامد قوي قوي. بس عارفين التريد ميل اللي هي موجوده في صالات الرياضه، اللي هي بنقعد نجري عليها بس عشان نحرق؟ احنا بنحرق، احنا ما بنعملش حاجه تاني. بس هتبتدي تلم مكاسب وهتبتدي الدنيا تظبط معاك يا برج الاسد على فكره من النص الثاني من شهر 3. بس انا مش عايزه اتكلم في الجزء ده دلوقتي، انا دلوقتي بتكلم في شهر يناير بالذات. شهر يناير بالذات ركز في شغلك جدا، لانه انت دلوقتي بتبتدي تعمل نفسك يا برج الاسد. انا رايي ابتدي اعمل خططك، شوف انت عايز توصل لفين السنه دي، عاوز تكون موقعك بالظبط فين، عاوز تعمل يعني حط الخطه بتاعتك، حط كده زي ما بنقولها كده الخطه الاستراتيجيه او الاستراتيجيك بلان، وشوف انت عايز توصل لايه السنه دي، لان اللي انت هتخطط له هتوصل له، واللي انت عايزه هيحصل. عندك نجاح احلامي او عندك تحقيق لنجاح اعلاميا، عندك شهره، عندك سفر يا برج الاسد، بس ده كله مش هيحصل طبعا خلال اول شهر. مع الاسف انه اول شهر وتاني شهر انت عندك تحديات جامده جدا يا اسد، حتى لو كان الزهره بتدعمك وحتى لو كان المشتري بيديلك دعم، الحمد لله ان انت مش هتقع، انت قوي بما فيه الكفايه. بس ممكن يكون عندنا شويه تحديات قويه. التحديات دي ممكن تكون تحديات في العمل، ممكن تكون اشخاص احنا انخدعنا فيهم ولسه بننخدع فيهم، ممكن يكون احتيال او سرقه ما هنتعرض اليها، ممكن يكون في عندنا كمان اشخاص احنا ما كناش متخيلين ان هم يخدعونا الفترة دي وهيتم خداعنا من ناحيتهم. ممكن كمان يكون عندنا خسارة لشريك او خسارة لناس. هنا مش بتكلم على شريك عاطفي فقط، ودايما لما بقول خسارة لشريك او مشاكل مع شريك بتكلم عن شريك عاطفي وشريك عملي. لما الشمس تكون في بلوتو خلي بالك، لان ده هيتعبك جدا، هيسبب لك تعب، حتى يسبب لك ان انت عندك طاقه ارهاق، يبقى مثلا عندك كسل، مش عايز تعمل حاجات كتير، عايز تكون قاعد كده زي ما بنقولها كده بالمصري بطه. بس ده مش معناه ان انت هتفضل كده طول الشهر، لا، انت الجزء التاني من الشهر ان شاء الله هيبقى عندك برضو تحديات وكل حاجه، بس هتبقى اخف شويه، هتبتدي تخف شويه. برج الدلو بالرغم من ان هو على فكره من اكثر الابراج توافق مع برج الاسد ومن اكثر الابراج الصديقه لبرج الاسد، الا ان هو اكبر عدو لبرج الاسد لانه واقف على الرابعه. دلو، حوت، ثور، جوزاء، وبيجي الاسد، سرطان، وبعدين اسد. بص 6، ال6 دي تعمل معاك انت مشكله، بيتك السادس. بالرغم من ان هو اكتر صديق ليك الا ان هو اكتر عدو ليك، واكتر حد بيتعبك، واكتر حد بيتسبب لك في تراكمات. لكن انا بقول لك خلي بالك، لانه ان شاء الله باذن الله عندك مناصب هتصل اليها خلال شهر يناير برغم كل التحديات دي، الا انه المشتري والزهره واقفين كده وبيقولوا لك احنا معاك.
عارف لما يبقى في سند بنقول عليها باك بون او الظهر او الحمايه، اهو المشتري، والحمد لله كمان ان الزهره موجوده معاك. بس انت هتبتدي تشعر بالتحسن يا برج الاسد في النص الثاني من شهر 3، يعني لما الشمس هتدخل على برج الحمل هتبدا بقى هنا فعلا تهدى وتاخد كده نفسك تقول الحمد لله التحديات خلصت. طبعا بقول لك كمان ان انت ممكن يكون عندك خبر هتسمعه بيخص حد من الناس اللي انت كنت بتحبها. ممكن يكون عندك كمان اشخاص من الماضي هتحاول تتواصل معاك، خلي بالك لان ممكن يكون فيها خدعة. عندك تحقيق لأمنية ما او في انتظار، لو انت الأمنية دي بخصوص سفر او بخصوص اوراق للهجرة او بخصوص تأشيرة او بخصوص مثلا سفر لمكان بعيد، ان شاء الله بإذن الله هتحصل عليها. لكن انا شايفة انه برج الاسد الفترة دي لازم يكون هادي جدا، يتحلى بالدبلوماسية ويتحلى بالصبر، يكون هادي، بلاش التسرع، بلاش العصبية، بلاش الاندفاع، ونخلينا هاديين شوية جدا ودبلوماسيين علشان نوصل ان احنا نقدر نعدي الفترة الصعبة دي ونوصل لبر الامان. احنا قدها وقدود على فكرة، اي حد يقول غير كده اقول له لا انا اسد وعارفه ان احنا قدها وقدود. يلا نشوف التاروت بيقول ايه لبرج الاسد شهر يناير وبينصحوا بايه. على فكره في عقود ممكن توقعوها السنه دي يا برج الاسد او الشهر ده يا برج الاسد، بس هقول لك على حاجه، اقرا العقد كويس قبل ما تمضي عليه، علشان ممكن يبقى فيه تريك او ممكن يبقى فيه حاجه كده بسيطه انت بعد كده تقول ايه اللي انا عملته في نفسي ده، فاقرا العقد كويس قبل ما تمضي عليه. لكن عندكم توقيعات لعقود جديده، الناس اللي نفسها في توقيع عقد في حاجه معينه هيتم ان شاء الله. يلا بينا نشوف برج الاسد الجزء الاول او شهر يناير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. جات لك ورقه من الميجر اركان، انا مش هقدر اخدها لان هي عامه ورقه العالم. ورقه العالم هنا بتجمع كل الطاقات، او ان انت هنا حواليك كل العالم وحواليك الدنيا كلها، وان انت الحمد لله في طاقه حلوه وفي طاقه كويسه. لكن انا ما باخدش ورق ميجر اركان او ولا الاسرار العظمى، هاخد ورقه تانية عشان نشوف بيها الطاقه بتاعتك. طلع لك الناين اوف سوردز، القرارات السريعه او التهور او التسرع او عدم الدبلوماسيه او ان انت هتبقى مندفع في شيء ما. خلي بالك يا برج الاسد، هي ورقه ايجابيه على فكره مش ورقه سلبيه بالعكس، لكن انا بقول لك خلي بالك، بلاش تكون مندفع وبلاش تكون متسرع في اتخاذ قراراتك، حاول تتأنى وحاول تكون دبلوماسي زي ما نصحناك. يعني حتى التاروت قال لك نفس الكلمه، حتى لو كانت ورقه العالم دي ورقه بالنسبه لي هي ورقه ايجابيه جدا جدا، لكن في الاخر بتقول انه في ناس حواليك ممكن يكونوا مش كويسين، فعشان كده بقول لك خلي بالك من الخداع. تعال بقى نشوف الملائكه بتقول لك ايه يا برج الاسد. الملائكه بتنصحك بايه يا برج الاسد؟ بتقول لك new love، حب جديد. a new person has started your romantic feelings، شخص جديد هيبتدي يسرق حبك او يسرق مشاعرك الرومانسيه. في حب جديد يا برج الاسد، ابشروا. انا عارفه ان احنا كلنا بنحب الحب ومستنيين الحب في حياتنا، وبشروني قولوا لي مين اللي ظهر في حياتكم بالحب، صديق ام حبيب ام زوج سابق ام حبيب سابق ام هو مين؟ بشروني قولوا لي. في انتظاركم وفي انتظار تعليقاتكم. شكرا ليكم يا اصحاب برج الاسد، سلام عليكم.